مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حوارات، والتي نواصل فيها من قطعة من حديث مع السيد عبد الله إدريس، الخبير في مجال الصناعات الغذائية، والخبير بصفة خاصة في مجال الألبان ومشتقات الألبان. وكنا قد تحدثنا أستاذ عبد الله في الحلقة السابقة عن الألبان وتعريف عام الألبان وطريقة حفظها وتجميعها والبسترة والعمليات على الألبان. سنواصل في هذه المحاور. طيب، إذا جينا الإرشادات الصحية للألبان، أنت تناولت جزء منها في الحلقة الأولى. الإرشادات الصحية بالنسبة للناس، يعني يتعاملوا كيف مع الألبان لأنه حساسة زي ما قلت؟ والله هو أصلا يعني المسألة لو عايزين نربطها من ناحية الفيروس كورونا ده مع الألبان أو الشغلات دي، يعني هي أنا أقول أولا وأخيرا أهمية النظافة في المسائل دي، في المواد الغذائية بشكل عام. نعم. وتحدثت في الحلقة اللي فاتت كثير عن المشاكل دي. نعم. الحمد لله يعني احنا في مجال الألبان ما بنتحسس كثير وما بنتخوف كثير من الكورونا دي، لأنه في اهتمام بالألبان. اللبن ده يعني حتى المزارع بتاعنا الآن وصل إلى مرحلة إنه مع التوعية المستمرة إنه كيف يحلب البقرة دي ويجيب الأواني والنظافة ومن الضرع بتاعها، وحتى الأواني وشغلات زي دي موجودة. وفي نفس الوقت الحليب لما يجي للمصانع في هناك كثير من المسائل بتاعت الفحوصات على الحليب وتهيئة الحليب واستقبال الحليب لحد ما يدخل في المصنع. يعني في مسائل كثيرة يمر بها، مسائل بتاعت نظافة وفلتريشن كثير من هنا دي. مسألة الفيروس كورونا دي ما بنتخوف منه كثير في مجال الألبان. فقط الحاجة اللي عايز أكد فيها، أيوة، قبل ما نجي لمسألة فيروس كورونا، أيوة، طرق الوقاية المنزلية. تتحدث حول الوقاية. نعم. وجودة الألبان في المصنع مع المزارع لين يصل مرحلة التصنيع. طرق الوقاية المنزلية، لأنه الحليب حساس ومعظم الناس ما يعرفوا يتعامل معه بطريقة جميل جدا. نحن أهم حاجة ننوه لها، نعم، يعني إنه الحليب ده إذا كان أنت شلته من المصنع، نعم، وفي مشاكل تتقابل كثير من المصانع في المشاكل بتاعة التغليف والتعليب والشغلات، نعم، والمصنع بيطلع في كفاءات موجودة في المصنع. الحليب بيطلع من المصنع مهيأ غذائيا للإنسان بشكل سليم، مبستر تمام مهيأ، نعم، بغض النظر عن طرق التعبئة المتبعة. نعم. في كفاءات موجودة وبتبذل جهد قصارى جهدها في إن توصل للمواطن هذا الحليب بشكل صحي. نعم. يجي هنا المسألة بتاعت المواطن في إنه يجيب الإناء النظيف والإناء المعقم، إناء نظيف هذا الحليب المبستر ده عشان يشيله بحالة صحية ويوديه البيت. نعم. يشربه لأبنائه ويشربه هو.
لازم يكون الإناء نظيف نعم. سليم. فبالمسائل دي نقدر نتجاوز. في حالات تانية بتشتري الناس حليب من المزارعين برا. نعم. المسألة دي الواحد ما بيقدر يسيطر فيها، لكن نحن ننوه بأنه الحليب ده لما تشيله أنت تشيله في إناء نظيف، توديه البيت تفوره 3 مرات، تسخن الحليب ده يسخن يطلع لفوق، تديه نقطة بتاعت موية ينزل 3 مرات، ثالث مرة تنزله. هنا نكون ضمننا إنه الحليب يسخن تسخين كامل تمام. بعد كده تعمل شنو؟ تبرد وتشيل الحلة ذاتها تخدها في إناء بتاع موية كده مؤقتا عشان اللبن ده يبرد بسرعة. برد بقى دافي، الوقت داك تشيله تدخله في الثلاجة. هنا وهو سخن إذا دخلته الثلاجة هو سخن ما تمام، ما تمام. أنت تخليه شوية، تخده الحلة تشيلها تخدها في جردل ولا في حاجة هنا موية، الموية السطح ده يلامس الحليب وتصوت الحليب يبقى دافي بسرعة، يبرد بسرعة. نحن هسه قاعدين شنو بالشغلة دي؟ قاعدين نعمل نفس العملية بتاعت المصنع، نوديها بشكل يدوي في البيت، نبرد اللبن ده immediately بسرعة شوية يبقى دافي، بعد ذاك نشيله ندخله الثلاجة. 7 يوم اللبن ده تقدر تشرب منه انت في بيتك بدون أي قلق. طيب عمليات قطع اللبن، يقول لك اللبن قطع مني، يعني دي أسبابها إيش؟ والله اللبن ده يعني أصلا لو هو كان اللبن ده سليم وطبيعي ما كان يقطع. اللبن ده أصلا فاتت فيه الحموضة. نحن بنقول شنو المدة بتاعت الحفظ بتاعته 7 يوم اللي قلناها، الشلف لايف بتاع الحليب قل. لأنه شنو الحموضة اتطورت في الحليب ده. صحيح انت اول ما تسخنه هسه حيسخن، لكن بعد شويتين حيمشي يتقطع، لانه اصلا درجه الحموضه اتطورت فيه. البكتيريا اللي تسبب الحموضه في الحليب اتنامت في اللبن واتطورت وادت الى فشل هذا الحليب. طيب اذا جينا في فيروس كورونا والحديث حول فيروس كورونا، طبعا هو الموجود حاليا في العالم والعالم كله يتحدث عن هذا المرض. علاقة الألبان وفيروس كورونا المستجد، يعني ممكن الألبان تنقل العدوى والفيروس؟ ممكن تنقل. ممكن تنقل. ليه؟ يعني إذا كان أصلك أنت ما تعطيته بشكل سليم، ولا في حالات بتحصل يعني واحد عنده كورونا أنت ما بتعرفه، تقعد تشرب في الكوباية يشرب بها هو، ولا بالأناء اللي تناوله هو، في شغلات زي دي ممكن تحصل. يعني احنا ما بنقول إن الحليب 100 أصلا الكورونا ما بتجي، ما بنقول كده. المسألة بتاعت الاستخدام في طرق النظافة، في طرق الوقاية خير من العلاج. انت تعمل حسابك حتى الزول اللي قاعد يحلب لك الأبقار بتاعك دي، انت لازم تتأكد من حالته الصحية ذاته. الزول ده لما يحلب البقر وهو يقرب يعطس وشغلات زي دي، الشغلة دي ممكن هنا يقولوا له الشغال مع المزارع ده الحلاب ده لازم يكون هو خالي من الكورونا، لازم تكشف الزول ده طالما أو يتبع إجراءات السلامة، إجراءات النظافة. إجراءات النظافة ذاتها لازم مهمة يعني، والشغلة دي القفازات، الكمامة، بس الشغلات بتاعت الوقاية دي لازم يتابعها يعني. وإن شاء الله يعني ما عندنا تخوف كثير في مجال الألوان في الكورونا دي إذا تناولنا اللبن بشكل نظيف وبشكل سليم. زي ما حكينا في البداية الحديث يعني. وتنصح بالتسخين طبعا. التسخين ده طبعا أهم. طيب ده الجانب السلبي اللي ممكن يحصل. يعني إذا جينا في دور الألبان في تعزيز المناعة ومقاومة فيروس كورونا أو مقاومة الفيروسات الأخرى، هي أصلا بشكل عام أنا أكد في حاجة، إنه البيئة ذاتها قاعد يحصل فيها تغيرات يعني. يعني البكتيريا قاعد تكتر، والأنواع البكتيريا قاعد تكتر، هسه حتى الفيروسات وشغلات زي دي. أهم حاجة في الألبان هي العناية بالنظافة من الحلب حتى البيت، حتى التسخين، حتى التبريد، والتعاطي لما أنت تعاطيه وأنت برضه في إناء
وتعمل حسابك يعني كوباية ما تنظفت شرب بها، أو في عادات في مجتمعنا يعني في الأعراس وكده يعني بتحصل إنه يتناولوا يشربوا كده مع بعض، ده يدي ده وده يدي ده، الشغلات دي ما مهمة. أي واحد يشرب في كوبايته، لبن يجي يسخن وأي حاجة الناس يكبوه في براد وأي واحد يكبوا له في كوبايته. الحكاية بتاعت اللي يشربوها اللبن الشغلة دي العادات والتقاليد دي مع الظروف الموجودة لازم تتغير. الوقاية خير من العلاج. أكيد طبعا. طيب سيد عبد الله، أنا عاوز أتكلم حول مشتقات الألبان. الحليب، اللبن، مشتقات الألبان الأخرى، الأجبان كثيرة. مشتقات الألبان كثيرة. الله يدينا اللبن، الله يكتر اللبن. نعم. فاللبن لما يكتر كثير من مشتقات الألبان دي أصلا جات للاحتفاظ بالقيمة الغذائية للحليب. نعم. يعني حسي من الحليب أحلى شنو؟ أحلى اللبن واللبنة والجبنة والقشطة والشغلات دي. نعم. أحلى من الحليب، لأنه الحليب أساسا 86% لحد 87% موية صافية. القيمة الغذائية والفائدة بتاعت الحليب من 13 إلى 14 مئوية. نعم. دي فيها كل المسائل اللي ذكرناها دي. القيمة الغذائية بتاعت الحليب موجودة في 13 إلى 14% دي. نعم. فعشان كده جات الطبيعة بتاعت الإنتاج عشان ما ننتج الحليب ده. وإذا كان أصلا الحليب هسي في مسائل كثيرة نحن في مجتمعنا، مسألة الصوم وشغلات زي دي. نعم. الحليب يصنع عشان ما يتدفق يبقى جبنة. وحتى في البلدان المنتجة للحليب اللي عندها حليب كثير بتعمل ألبان البودرة بمختلف أنواعها. التجفيف المسائل كثيرة. وحتى حتى نحن حسي الحليب الواحد كل يوم الحليب بيزهج منه، يحتاج إلى اللبن الرايب، يحتاج إلى اللبنة، يحتاج إلى الجبنة بمختلف أنواعها. ومشتقات الألبان كثيرة. حتى نحن في إريتريا عندنا مشتقات كثيرة يعني، ما الحليب بس يعني. فعشان كده ربنا يكتر لنا اللبن، ونحن بعد ذاك نهتم بالمشتقات إن شاء الله. يعني الواحد يطمئن إنه كمية الألبان الحليب الموجودة في البلد وطرق تصنيع مشتقات الألبان يعني في وضع مطمئن. الحمد لله. نحن عندنا خبرة في بلدنا، عندنا خبرة كبيرة في مجال الألبان ده من زمن المستعمر الإيطالي. وبعده نحن عندنا كفاءات يعني في مجال الألبان، والحمد لله يعني نتمنى إنه نزيد الشغلات دي. نعم. طيب سيد عبد الله، في ختام هذا اللقاء يعني بصفة عامة ربطا بالأوضاع الحالية، هل هناك من نصيحة توجهها للمواطنين حتى يضمنوا سلامتهم وسلامة أسرهم؟ أتوجه أنا لجماهيرنا المواطنين على أساس يهتموا بالمسألة بتاعت النظافة. والحليب بالذات مادة حساسة، إذا ما تناولناه بشكل سليم فهو يعتبر سم قاتل. يعني أول ما تشرب وأنت طوالي تكون في خبر. يعني مضر للصحة، لأنه في أنواع من البكتيريا بتنمو في الحليب بشكل خاص قاتلة. فعشان كده اهتم بالنظافة وتسخين الحليب وتناوله بشكل جيد، ونظافة يدينا ونظافة المواعين اللي نحن بنشرب فيها، ونظافة البقرة وضرع البقرة وكل المسائل اللي كنت ذكرتها دي. أول ما نهتم بشغلات زي دي إن شاء الله ما يكون عندنا تاني أي شيء. أهم حاجة النظافة يعني. نشكرك سيد عبد الله إدريس على هذه المعلومات القيمة حول الألبان والعناصر الغذائية الموجودة في الألبان ومشتقات الألبان وفوائد الألبان وطرق الوقاية من الأمراض التي ممكن أن تصيب عبر الألبان، ودور الألبان في تعزيز المناعة ودورها في العملية الغذائية للإنسان. نتمنى أن نلتقيك في فرصة أخرى. نشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه
هذا اللقاء مع السيد عبد الله إدريس، الخبير في مجال الصناعات الغذائية والخبير بصفة خاصة في مجال الألبان ومشتقات الألبان. نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات القيمة التي أعطانا إياها السيد عبد الله إدريس. حتى جديد اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.